تعال اما اقول لك ازاي البراندات بيخلوك تشتري غصب عنك وانت مش حاسس. طب ايه كمان المنتجات المتاحه بعدد محدود، انك تقول لعميلك ان المنتج ده باقي منه 100 قطعه بس، ده هيشجع عنده ان هو ياخد قرار سريع وان هو يشتري بسرعه، وبالتالي مبيعاتك برضه هتزيد لان هو هيخاف ان هو يخسر المنتج ده او هيخاف يخسر الخصم اللي انت حطيته على المنتج ده. كمان تقدر ان انت تستخدم التذكيرات المستمره، انك تبعت لعميلك دايما رسائل بتعرفه ان العرض هينتهي خلال مده معينه او ان فاضل في الاستوك كذا قطعه من المنتج الفلاني بالعرض الفلاني. ده بيعزز عنده الشعور بالإلحاح وبيجبره ان هو ياخد قرار سريع للشراء. انك تستخدم تجربه الشراء الان او ضياع الفرصه. زي ايه؟ خليني اقول لك مثال عشان تفهم. في هايبر كلنا عارفين ان في راجل كده بيبقى قاعد على كاونتر وماسك مايك بيقول فيه العروض، وتلاقي ان الناس في السوبر ماركت فبيقول لهم ان دلوقتي بس في عرض مثلا خصم 35% على البامبرز، ولو ما اشتريتش دلوقتي العرض هينتهي. العرض ده للناس اللي موجوده جوه المحل بس. بتلاقي الناس كلها بدات ان هي تتوجه للركن بتاع البامبرز عشان قرروا ان هم يشتروا، وطبعا بالذات الستات ممكن ما تبقاش مخلفه وتروح تشتري، بس ليه؟ لمجرد ان في عرض والعرض ده هيخلص خلال وقت معين، او العرض ده متاح لناس قليله فحسسها بالندره فبتاخد قرار سريع للشراء. انك تجبر عميلك ان هو ما يفكرش، ما ياخدش فرصه ان هو يفكر وانه لازم يشتري دلوقتي يا اما هتضيع منه حاجه مهمه. الناس ما بتحبش تخسر، الفير اوف ميسنج اوت عالي جدا عند كل العملاء. لما تقدر تشتغل على الاستراتيجيه دي بشكل قوي بتقدر تحقق مبيعات اضعاف اللي انت بتحققها دلوقتي. استخدم الاستراتيجيه دي كويس وابقى قول لنا عملت ايه. انا زياد سليم واحنا هنا في داجوت اكاديمي. لو عاوز تعرف اكتر اعمل لنا فولو دلوقتي.